لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالعلماء بيقولوا بعد ده ظرف زمان. لو انت بتمر بالعسر دلوقتي اعمل حسابك ان اللي جاي ان شاء الله تيسير. والآية التانية الأشهر والآية التانية اللي أكثر حفظا عند المؤمنين، إن مع العسر يسرا. العلماء يقولوا هذا العسر اللي موجود كتب معاه اليسر بتاعه، حتى لو أنا مش واخد بالي منه، بس ظني في ربنا لازم يبقى يقين إن مادام في عسر يبقى ربنا خلاص كتب اليسر، هو نازل معاه، إنما هي مسألة وقت. هذا الوقت عامل زي الحضانة اللي أنت بتتربى فيه وبيكتمل نموك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وده تاني فيديو إن شاء الله. هنتكلم عن أكلات سريعة واقتصادية وتنفع للمصرف. يعني سريعة واقتصادية إن انت مش هتقفي في الحر كتير، اقتصادية مش مكلفة، ممكن تعمليها مهما كانت ميزانيتك صغيرة. تمام؟ تنفع للمصيف، تنفع للمصيف، واخدها معايا للصيف عشان الحر. مش بنحب يا بنات ناكل حاجات كتيرة في الحر بصلصة او طبيخ في الحر، يعني بمعنى اصح. فبنحتاج اكتر حاجات سريعة، والاكتر الاولاد ما بيحبوش في الصيف ياكلوا يعني ما بيحبوش رز، مكرونات، حاجات من دي كتير. زي مثلا عايزين سندوتشات يا ماما، عايزين حاجة خفيفة يا ماما، فاهميني؟ فالنهاردة ان شاء الله هقدم لكم فكرتين، حلو وحادق. تمام؟ كل فيديو هنعمل كده ان شاء الله، او هنعمل وجبة اساسية. تمام؟ تنفع للصيف وتنفع للمصيف. خليني بس اقول لكم انا عملت ايه وبعد كده نكمل كلامنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت لسه اول مرة بتشوفيني، انا اختك رانيا ودي قناتي. يا ريت تنزلي تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. ولو عجبك الفيديو ده اعملي لي لايك عشان ترفعي الفيديو، وسيبي لي تعليق حلو منك، قولي لي بتتابعيني منين، وقولي لي على اكتر فكرة عجبتك في الفيديو. تمام يا بنات؟ يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة عملتها كده، الحلة اللي انتوا شفتوني رفعتها على النار دي، كنت حاطة فيها نص كوباية كبيرة رز، يعني كوباية بتاع العصير. حطيت نصها كده رز، غسلته كويس قوي ونقعته شوية، وبعد كده حطيت عليه مع كوبايتين كبار من المية، وسبته كده يتسلق. الرز ده هعمل منه حاجة حلوة جدا جدا. اولا حاجة حلوة تتاكل نحل بيها، ثانيا حاجة مشبعة. لو الولاد عايزين أكلة خفيفة، حاجة خفيفة ياكلوها وفي نفس الوقت تبقى مشبعة وتحلية، دي حلوة قوي. هنعمل ايه؟ هنعمل رز بلبن. تمام تمام. بعد كده جبت حوالي نص كيلو بصل وقرنين فلفل كبار وفرمتهم في الكبة، وحطيت عليهم ال 300 جرام اللي انا كنت سايباهم من الفيديو اللي فات. لو تفتكروا او اللي شاف الفيديو اللي فات، كان معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، اخدت منه 200 جرام. ال 200 جرام دول عملت منهم اكلتين كفته. حطيت عليهم طبعا نص كوبايه من البرغل، وحطيت بصل وضعفت الكميه بالبرغل، وعملت اكلتين من الكفته الصوابع قليتها جنب الرز بالشعريه، وكان عندي طبق بطاطس. والاكل اللهم صل على النبي، الكفته المدوره كنت عملتها في صينيه بطاطس، بس ما كنتش صورت معاكم. تمام يا بنات؟ تمام. عملت ايه دلوقتي؟ خدت 300 جرام حطيتهم على نص كيلو بصل وقرنين فلفل، وحطيت بهارات حواوشي وشويه بهارات كده من عندي، وعجنتهم في بعض كويس قوي. وانا بحب العجينه بتاع الحواوشي تكون خشنه، ما تكونش ناعمه زي الكفته. يعني البصل والفلفل انا فرماه خشن، وحطيت عليه اللحمه وعجنتهم بايدي، ما اضطريتش ان انا احطهم في الكبه كمان مره، لان دي حواوشي مش كفته. تمام تمام. عجنتهم كويس قوي، خلطتهم بالبهارات وغطيتهم بستريتش راب، وحطيتهم في التلاجة. الخلطة تشرب من بعضها كده وتبقى طعمها حلو. تمام. هنعمل النهاردة عجين، علشان انا ما لقيتش عيش من بتاع الحواوشي خالص، كنت بره. وصراحة يعني كنت بخرج متأخر لان الجو حر قوي، ما بعرفش اخرج في الحر. لما بخرج في الحر انا برجع متبهدلة، ووشي ده كله احمر احمر وعيني بتورم، بيبقى حالتي حالة. فما بعرفش ان انا اخرج في الحر، بخرج اخر النهار، فبلاقي الفرن بتاع الحواوشي اللي هو بيعمل عيش الحواوشي يعني قفل. تمام. فانا قلت ايه النهارده هعملها بعجين. تمام. انا بعمل العجينه دي بقى يا بنات، بعملها زي عجينه القرص الطريه بالظبط، بس بدل ما
بعجنها بلبن او لبن رايب، بعجنها بميه بس. تمام. ده كان كيلو من الدقيق، شلت منه كوبايه على جنب عشان لو احتجتها، وحطيت باكت من الخميره ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقتين سكر وذره ملح ومعلقتين زيت، وعجنته كويس قوي. بصوا بقى، انا خدت العجينه على الارض عشان ما بعرفش اعجن وانا واقفه، وحطيتها اعجن شويه واسيبها ترتاح شويه. وفي الفتره دي انا كنت بروح اشوف الرز بلبن وارجع. لما الرز استوى على الاخر، ما كانش طبعا شرب ميه، كل الميه بتاعته كلها. فانا عملت ايه بقى، جبت، كان عندي كيلو من اللبن، شلت منه كوبايه، كنا شربناها انا والولاد، حطيناها على شاي وشربناها. فجبت الباقي ده حطيته على الرز، وحطيت 3 معالق كبار من النشا عليهم كوبايه ميه، وقلبتهم كويس قوي مع بعض وحطيتهم على الرز. طبعا اللبن بارد. تمام. حطيت معايا ايه كمان، حطيت باكت من الفانيليا، حطيت معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وده بيخلي رز بلبن حاجة تانية، يعني بتاكليه كده كأنه حلو قوي. وعايزه اقولك ما تكتريش النشا علشان يبقى كريمي كده، يعني بتاكلي كده كأنك بتاكلي ايس كريم، زبادي، حاجة كده طرية. لكن لو كترت النشا هيبقى ماسك في بعضه كده ومش حلو. لكن انا بحبه يا بنات يكون، بصوا، طاري كده، باكله كده بالمعلقه، يعني وانا باخد كده كأني باكل ايس كريم. تمام. هو مش سايب قوي وفي نفس الوقت مش ماسك نفسه، فحاجه حلوه قوي. والكريم شانتيه مخلي قوامه ومخلي طعمه رهيب. تمام تمام. بالمضرب اليدوي بقى، وبحاول ان انا اقلب كل شويه. طبعا مسرعه الفيديو، بس يعني اللي يشوفني يقول ده، انا يفكر ان انا بقلب جامد، لكن انا بقلب بالراحه طبعا عشان ما بهدلش الدنيا ويقع ويقع على البوتاجاز بقى والكلام ده. انا بقلب بالراحه علشان ما يحصلش تكتلات في الحله من تحت، الرز يفضل تحت، وفي نفس الوقت لو لزق تحت كده هيشيط. تمام. فبقلب بالراحه كل شويه، بقلب على ما يديني القوام اللي انا عايزاه. طبعا اول ما اللبن يسخن هيتقل ويديني القوام اللي انا عايزاه. هنا كده كنت شلت المضرب خلاص وجبت المغرفه بتاعتي، فلقيته ما شاء الله يعني خلاص بقى القوام الكريمي الحلو. طبعا هو خفيف دلوقتي، بس لما نحطه في الاطباق ونستنى عليه يبرد شويه نحطه في التلاجة، هتيجي تبص تلاقيه جمد وبقى كويس. لكن لو استنيت ان هو يتقل قوي او تحط نشا عشان يتقل على النار، بعد كده هيبقى كتله كده تحجر. انا مش بحب كده الصراحه، فانا بشيله وهو يعني خفيف شويه كده، وما بزودش بقى. انا عارفه ان المقدار ده ياخد معايا 3 معالق نشا كبار بس. تمام. بسم الله ما شاء الله، عملوا لي كميه حلوه قوي. الكميه دي بتقعد عندي 3 ايام. تمام. غرفته في الاطباق وكنت سبته يبرد بقى على جنب، على ما عملت الحواوشي وبعد كده حطيته في التلاجة. عايزه اقول لكم بقى النهارده الفكره بتاع الرز بلبن. هتقولوا لي ازاي هناخد رز بلبن في المصيف او كده؟ والله يا بنات ينفع. في علب صغيره كده بتيجي من عند الراجل اللي بيبيع علب، اللي بنجيبها للفريزر والحاجات دي، اللي بنحط فيها الخضار والفاكهه والحاجات دي. في علب منها بقى صغيره بغطا، بتيجي للحاجات دي، رز بلبن، جيلي، الحاجات دي. تمام. ممكن انت تجيبيها وتعملي علب كده الولاد ياكلوها وانت على البحر. تمام. الرز بلبن ده برضو من اكلات الصيف الحلوة قوي، لان ساعات كتير الولاد مش بيبقوا حابين ان هم يتعشوا. فالرز بلبن ده لما كل واحد ياخد طبق هيبقى اكل وشبع، وفي نفس الوقت تحلية، فاهميني؟ بين الوجبات برضو حلو قوي. الصبح لو الولاد مش عايزين يفطروا، طبق رز بلبن، فبصراحة ده حلو قوي. انا يعني بعتمده على طول، هو والكيكة. دايما في الصيف بعتمد هو والكيكة، لان الولاد بيسهروا طبعا، مش بيناموا بدري لان احنا في اجازة، فبيحتاجوا بالليل حاجات ياكلوها، فدي احسن حاجة بدل ما ياكلوا اكل ويناموا، يعني فاهميني؟ تبقى كمان حاجة حلوة، منها تحلية ومنها اكل. خلاص كده ما شاء الله ما شاء الله، عملوا معايا 9 اطباق. اللهم بارك، ويتاكلوا بألف هنا يا رب. طبعا هيقعدوا معايا 3 ايام او يومين ونص بقى على حسب. يعني انا واحدة من الناس بحبه جدا، بحب الصبح انا ما بفطرش، بس لو صحيت كده وحاسه نفسي جعانه او عايزه اكل او عايزه اكل حاجه مسكره، بروح اجيب لي طبق كده وافطر بيه. انا من الناس برضو اللي كل شويه ببقى عايزه حاجه مسكره، بالذات باجي بالليل وببقى هتجنن كده، عايزه اكل حاجه، اي حاجه مسكره. ساعات كده ببقى في عز الحر واقوم اعمل شعريه بسكر لو ملقتش حاجه مسكره. ما اعرفش ده
بسمع ان هو يعني مقاومة انسولين، بس الصراحة ما اعرفش، بس ده عندي على طول يعني بقاله فترة كبيرة الموضوع ده. المهم خلصت رز بلبن، وكانت العجينة خلاص اختمرت. رحت بقى عشان اكورها كده، عملوا معايا 11 كرة. عاملة الرغيف ما شاء الله كبير، علشان اللي ياخد رغيف حواوشي هو واحد بس ويشبع، ما نقعدش يعني اعمل لقم صغيرة كده او سندوتشات صغيرة. تمام، حلوة. عملت كمية كويسة ما شاء الله. ال 300 جرام لحمة دول عملوا لي، انا عملت هنا 11 رغيف مليتهم لحمة ما شاء الله. طبعا ال 11 رغيف كمية. تمام، احنا 3 افراد، انا وولادي بس الاتنين. احنا في الغدا اتغدينا بتلاتة، وهم عملوا معايا 11 رغيف، يعني فاض معايا 8 ارغفة. تمام. طبعا انا مش هقسمهم، يعني مش هقسمهم على وجبتين. انت ممكن تقسموهم على وجبتين لو انت اسرة صغيرة زينا كده وعايزة تقسموهم على وجبتين، حلو جدا. عايزة تاخدوهم المصيف الولاد ياكلوا فيهم طول اليوم، حلو جدا. مش هتروح المصيف وعايزة تعملوهم في البيت، انا بعمل ايه؟ بعملها. بنتغدى منها. الولاد بعد الغدا بساعتين جعانين يا ماما، ادخل هاتلك رغيف حواوشي. العشاء برضو بيتعشوا، جعوا بالليل في السهرة، فضل تاني يوم يفطروا بيه عادي جدا. ببقى مريحة دماغي طول اليوم ان في اكل. ما تقعدش بقى كل شوية قومي يا ماما، اصحي يا ماما، روح هاتلي يا ماما. الواحد في الحر مش اساسا مش قادر يقوم. فانا بحب قوي قوي اعمل اكلات تكفيني غدا وعشاء. تمام، يبقى عندي حاجة كده. كل شويه ولادي لما يجوا يروحوا يجيبوا من نفسهم، ما يقولوليش قومي يا ماما اعملي. تمام، او ما اقعدش افكر بعد الغدا طب انا هتعشى ايه انا والولاد، طب انا هعمل ايه، الولاد هيجوعوا عايزين سندوتشات عايزين مش عارف ايه. ف من الاكلات اللي انا بحب اعملها قوي الحاجات اللي هي السريعه دي، تبقى للغدا وللعشاء. تمام يا بنات. تمام. كورت اللحمه كده على 11 كوره، على عدد العيش بالظبط. تمام. طبعا الفيديو اللي فات عملنا كفتة، والكفتة طبعا تنفع للمصيف. انا السنة اللي فاتت، السنة دي لسه ما رحناش، والصراحة مش عارفة اروح ولا لا. السنة اللي فاتت رحنا مصيف، كنا رايحين يومين بس. فكنت اخده ايه بقى؟ كنت اخده يا بنات كفتة. كنت مجهزاها ومفرزاها يدوب على التحمير، وطبعا باخد معايا الزيت وكل حاجة. شوية صغيرين كده في ازازة بيبسي صغيرة، على قد اليومين اللي انا هقعدهم. تمام، لو هتقعدي اكتر طبعا هتاخدي اكتر بقى. واخده شاي وسكر. كنت عامله ايه اول يوم وانا رايحه؟ كنت عامله رز بسمتي وفراخ مشويه طبعا. مشينا الصبح، وكنت واخده طبعا سندوتشات بقى الولاد يفطروا، جبن ولانشون وبيض مسلوق وشيبسي وحاجات من دي. اكلنا لما وصلنا، وساعه الغدا بقى لما نزلوا البحر ورجعوا، كانت الفراخ يدوب بقى والرز يعني لسه يدوب كده. يعني ما بردوش، فاهمني؟ فاكلنا بألف هنا. تاني يوم كان معايا الكفتة، عملت لهم سندوتشات كفتة قليتها كده في الزيت، وعملنا سندوتشات، وطبعا جنبها شيبسي وكاتشب، والحمد لله. تمام. طبعا لو انتي بتاخدي احنا كده كده ما بناخدش اكل على البحر. تمام، لان احنا بنبقى معانا بنبقى مأجرين شقة بتبقى قريبة من البحر، فبننزل. يعني الفترة اللي احنا هنقعد على البحر، وبعد كده نرجع نتغدى. لو مثلا هنفطر وننزل وبعد كده نرجع على الغدا. تمام. بس لو انت من الناس اللي بيحبوا ياكلوا طول النهار، يقعدوا طول النهار على البحر وياكلوا على البحر، الكفتة هتنفع معاكي جدا. لو هتاخدي معاها مكرونة، تعملي كل واحد طبق كده، اللي هي الأدوات الجاهزة دي اللي بتبقى جاهزة، اللي هي بغطا دي العلب دي. تمام. طبق مكرونة عليه مثلا كام صباع كفتة، والولاد ياكلوا. تمام. لو بتحبي السندوتشات او عايزة يعني تعملي سندوتشات، ما تعمليش اكل طبخ وكده، هتعملي الكفتة اللي انا كنت عاملاها دي، هتحطها في عيش. في عيش الصاج، وتحط بقى مثلا معاه شوية حبشتكنات كده ومش عارف ايه، وتاخديها. الحواوشي دي حلوة قوي قوي برضو. لو على البحر هتلفيها كده بستريتش راب او ورق مناديل او ورق زبدة، والولاد يغسلوا ايديهم من الرمل ويقعدوا ياكلوا. من الحاجات الحلوة قوي برضو اللي انا بحبها لو هاخد اكل على البحر، تبقى السندوتشات. بصراحة بفضلها اكتر السندوتشات او المكرونة. لا بحب بقى اخد رز ولا محشي ولا الكلام ده خالص خالص خالص. باخد لهم معايا شيبسيهات وبسكويت، وبناخد فاكهة، وبناخد حاجة ساقعة.
وبناخد عصاير لان الولاد على البحر بيحبوا ينزلوا يطلعوا ياكلوا حاجه جاهزه بقى، فاهمني؟ شيبسي، عصير، مش عارف ايه الحاجات دي، ببقى واخده معايا عشان الحاجات هناك بتبقى غاليه قوي. فانت دبري نفسك بقى وشوفي، لو انت طالعه مصيف شوفي الحاجات اللي بتحتاجها ايه وخدها من هنا. طبعا عملت معايا ساقتين ما شاء الله الحواوشي وطالعه زي الفل. بصوا كانت الكهرباء اتقطعت وما صورتش، فاتغدينا ودول اللي فاضوا كنا اكلنا 3 ودول اللي اتفضلوا معايا. طبعا هيفضلوا طول اليوم ناكل منهم، ولو اتفضل حاجه لتاني يوم زي ما قلت لكم هنفطر منها. بس وده كان فيديو النهارده. لو استفدت بقى ولو بفكرة صغيرة خالص كده قوليلي في التعليقات، تمام؟ ولو عايزين حاجة اقدمها لكم افكار تانية قوليلي برضو في التعليقات. ومتنسيش اللايك بالله عليكي، يا رب يفرحك يا اللي تعملي لي لايك وتطلعي مصيف تقعدي شهر يا رب ان شاء الله. متنسيش تشتركوا في القناة يا بنات، وان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم بس ان العجينه دي حلوه قوي زي القرص الطريه، وبتاكلوها كانكم بتاكلوا بيتزا والله العظيم. يعني ولادي عمالين يقولوا لي طعم الحواوشي يا ماما كاننا بناكل بيتزا كده باللحمه المفرومه. فالعجينه دي حلوه قوي قوي ومشبعه جدا. وعلى فكره إيه يعني من جوه منفوخه كده زي القرص الطريه، تمام؟ مش عايزه اطول عليكم بقى، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.